المباراة بحضور جماهيري، ولكن تتمدد المباراة من الخرطوم إلى كل أرجاء السودان، إلى كل بقاع المعمورة، لكل سوداني يناظر خلف الشاشات بعينيه وبدعواته بكل تأكيد. كرة ملعوبة، عمر بخيت يلعب الكرة أمامنا، عمر إلى منتصف الملعب، بشة يلعبها لنزار حامد، دينامو فريق نادي الهلال، اللاعب الذي يمثل ضربة جدا نادي الهلال، واحد أفضل الانتدابات الكرة السودانية في الآونة الأخيرة. نزار يلعب الكرة أمامنا، تمريرة ومحاولة باحثة عن القادمون من الخلف، عمر بخيت في منتصف الملعب، محاولة التقدم من عبد اللطيف بوي، متقدم أيضا عمر بخيت يبحث عن المرور، تمريرة من جانب عمر، مرة تعدت نزار حامد، يلعب الكرة 1 2 والثالثة وين، والتقدم بعد ذلك، وكماشة دفاعية تمنع نزار حامد الذي حاول أن ينذر ديفي مازيمبي بانذار أول. كرة عادت مجددا بكر المدينة، استلام يبحث عن فزعة من الزملاء، والكرة إلى رمية رقم 148 يا كامبوس في تاريخ البطولات الأفريقية للهلال. سادومبا في دوري مستوى العالم وثروات تقدر بقرابة 13 بليون دولار، وهنا الحديث عن أكثر أغنى على مستوى العالم إن لم يكن أغناهم لرجل الإقليم مازيمبي. كرة ملعوبة أمامنا ومحاولة هنا للتقدم من جانب نزار واستخلاص الكرة الماضية لحاكم مقاطعة كاتانغا، حاكم مقاطعة كاتانغا الرجل مويس كاتومبي شابوي، المقاطعة اللي هي أكبر من كاليفورنيا واللي يقدر ميزانيتها ب 440 مليون دولار. والآن الهلال أفضل حتى الآن. كرة في منتصف الملعب، نزار حامد يلعب الكرة في الأمام، بكر المدينة وتسديدة، ولكن التصدي الدفاعي عن طريق مجدد مساوي، استخلاص الكرة من جانب سيف مساوي، والتمريرة ملعوبة لسليمانو سيسي، سليمانو عايدة مجددا، نقلة يا سلام، تمريرة جماعية بسيمفونية هلالية، محاولة البحث عن العرضية، ولكن دفاعية من مازيمبي عن طريق سالف. ومر كرة القدم دوما هي عزائهم وسلواهم، كرة القدم دوما هي عزائهم وسلواهم، لذلك المسؤولية كبيرة على اللاعبين. أتير توماس، كرة ملعوبة من جانب أتير توماس، استلام من جانب نزار حامد والمرور، يا سلام يا نزار، التمريرة ملعوبة، مهند والبينية، يلا يا المدينة داخل منطقة الجزاء، ومحاولة ولكن مرة تعدت، مرت مجددا في منتصف الملعب. مهند يلعب الكرة استلام من جانب نزار حامد، نزار والتمريرة ملعوبة، والتقدم تأتي عن طريق اللاعب كوليبالي أو سليمانو عفوا، والرأسية ملعوبة داخل منطقة الجزاء الجزولي، والكرة مرت وعدت يا شباب. الحرص، كل الحرص على هذه الفرص، لأنه كما ذكرنا الفرص لا تأتي بسهولة، والفرص لا تأتي بإرادة في هذه المباريات. في أي مكان هو النجم وليس اللاعب. تمريرة ملعوبة وانطلاقه هنا، بكر المدينة يحاول التقدم أمامنا، حاول للتقدم من جانب بكر المدينة، البحث عن الكرة العرضية والرأسية، بعد طول انتظار وبعد انفاض الصبر يفعلها صلاح الجزولي ويهيج المدرجات، بل يهيج السودان بكرة رأسية تعانق الشباك وتعلن عن أولى الأفراح لصالح أمة الهلال بل للسودان. شوف بالإعادة، بكر المدينة ناديناك وناجيناك وغنيناك، لكن أتى صداق لعب الكرة العرضية وقال للجزولي خلصنا، والارتقاء الرأسية ومعانقة للشباك، وفي اللقطة الماضية لعب فيها أجمل الألحان وهدف فيه الطرب لهدف خاطب الوجدان وأفرح السودان. وفي اللقطة الماضية كديابة حيران سرحان والجمهور طربان وسيظل عشقان يا صلاح الجزولي الذي يولد من هذه المباراة ويولد من هذه اللحظة لصلاح الجزولي. بداية ممتازة وأخيرا يتوج الهلال هذه السيطرة بهدف يأتي بعد أن طال الانتظار، ولكن أتى الرد وأتى الجواب وأنهى العتاب
صلاح الجزولي على اللمسة الأخيرة، نعم يفعلها هدف يعني الكثير لهذا اللاعب الذي يكتب شهادة الميلاد ويبصم على ميلاد أفريقيا من خلال هذه المباراة. شوف الكرة بكر المدينة، تقدم كان أمامنا، رفع راسه، لعب العرضية، وجه الرسالة في اللقطة الماضية لصلاح الجزولي، خلصنا يا جزولي. ونعم يرد الجزولي ويضعها في المرمى ويعلن عن الهدف الأول بالجماعية. شوف التقدم كان أمامنا، بكر المدينة على طريقة أوزيان بولت. بكري بولت كان في اللقطة الماضية، بكري بولت سرعة وانطلاقة واستلام. بعد ذلك كانت نظرة لصلاح الجزولي، نظرة والجزولي لقاء ومعانقة، فابتسامة هلالية أولى وهيجان بهدف أول. شوف اللقطة الماضية، كرة رأسية تلامس الشباك، وهدف أول يأتي أمامنا بصورة ممتازة من جانب صلاح الجزولي. هدف أول يأتي أمامنا. وشوف الصورة عزيزي المشاهد، شوف الصورة التي تأتي أمامنا. أعتقد أنه يعني يستحق هذا الجمهور بأن يفرح، هذا الجمهور الذي يأتي بساعات طوال، هذا الجمهور الذي ظل يكابد الصبر تلو الصبر يحتاج لأن يفرح ويبتسم لابتسامة طال انتظارها. كرة ملعوبة أنين من صوت واحد وباسم واحد، باسم الهلال. كرة ملعوبة والتمريرة في منتصف الملعب، يا السلام، استخلاص من جانب نزار، والتمريرة ملعوبة والتقدم يأتي أمامنا، ما فيها تسلل، تترك المدينة والكرة ملعوبة. يلا يا الجزولي، ولكن مرت من جانب الجزولي وعادت مجددا إلى الحاضر أمام يلعب. اللي يفوت يموت. لقطة كانت من جانب نزار حامد، اللاعب الذي أصبح مصدر المتعة بكل أمانة في الهلال في منتصف الملعب. هذا اللاعب الذي لا يداعب الكرة بل يداعب أوتار المتعة للاعب الجميل والرائع نزار حامد. تحدثنا عنه أنه هذا اللاعب على مستوى أفريقيا من أكثر اللاعبين قطعا لكيلومترات، ما شاء الله تبارك الله، معدل كبير جدا للاعب يمثل عمود رئيسي بل يمثل ركيزة أساسية في الهلال والمنتخب. كرة ملعوبة، والكرة قبل ذلك كانت مستخلصة من جانب نزار حامد، اللاعب الذي كانت في أحلامه من البداية وآماله وأمنياته أن يتحصل على فانيلة الهلال. نزار حامد كما تحدث لي كانت أمنيته أن يتحصل على فانيلة الهلال، وعندما كان يذهب الهلال إلى إقليم كان يتمنى أن يتحصل فقط على الفانيلة لنزار حامد، والآن هو لا يملك الفانيلة وحسب، بل هو إذا لفانيلة الهلال للاعب الجميل نزار حامد. لا يملك الفانيلة بل يملك قلوب الهلاليين، وهو أغلى الأمر يا نزار. كرة ملعوبة وتمرير بكر المدينة، رجل ب1000 رجل في مباراة اليوم. بكر المدينة ما شاء الله تبارك الله. تمريرة والكرة ملعوبة، نزار حامد يلعب الكرة لبكر المدينة، 1-2 والثالثة وين يا هلال؟ مرة تعدد الكرة الماضية خطأ لصالح نزار حامد. زيادة بلا مبالغة لنصر الدين الشغيل، حتى في تدخلاته نجدها متوازنة في مباراة اليوم لنصر الدين الشغيل الذي أيضا يؤدي مباراة ممتازة. شوف دوري المجموعات، 35 مشاركة إلى حين اللحظة للهلال أفريقيا في دوري المجموعات، 27 منها في الأبطال. هنا العزف على أجمل الألحان لهذه الجماهير الكبيرة الحاضرة والمساندة لفريقها. وكما ذكرت وإن غاب اللقب الأفريقي عن الهلال، ولكن عزاء في هذه الجماهير وسلوى في هذه الجماهير التي وإن قابت الألقاب فإنها تجلس على أعلى العروش، وهو عرش التاريخ وعرش المحبة لجماهير نادي الهلال. اللقطة الماضية أعتقد أن النظرات تقوم مقام الألسنة، والصورة تقوم عن وصف الحال وتصف الحال لما نراه أمامنا بكل من حب من ولاء لهذا الجمهور الذي بكل أمانة يعني جمهور متفرد في تشجيعه وفي حضوره بصورة دائما. لذلك دوما تكون الدعوات بلقب يشفي غليلها ولوعة هذه الجماهير رغم أنه طال انتظاره. رمية التماس تأتي أمامنا وبكل روح رياضية. غبار على المدافعون، هذا هو لسان الحال. كامبوس يهيج المدرجات. نعم، هي لحظات الجماهير، هي لحظات الهيئة.
قلنا كامبوس من بلغة الأحاسيس، هذا هو الذي يتعامل معه كامبوس، يهيج الوجدان لكل جماهير الهلال في اللقطة الماضية. المدرب كامبوس، كرة ملعوبة بكل تأكيد وفي الطاقة الجبارة التي نراها في لحظات أخيرة يؤديها. يا سلام، هنا فاصل للمتعة، هنا فاصل مهاري للشو، هنا فاصل للإمتاع والإشباع من جانب نزار. يلعب الكرة في الأمام باحث عن العرضية، كوليبالي والمحاولة يا نزار. يا مدينة، يا مدينة، كاد أن يتوج مجهود الجبار بكر المدينة، ولكن أبد بكر المدينة من بداية المباراة الهدف يقول له تعال تعال، ولكن بأقدامه يقول له ما في مجال كديابة، بيقول له يلعب تمريرة لنزار حامد، يلعب الكرة في الأمام. نزار حامد، كرة في منتصف الملعب، نصر الدين الشغيل والتقدم في الأمام. نزار حامد وانطلاقة لهجمة من جانب نزار، يحاول ما زال يحافظ على كرة نزار، ولكن الكثرة دوما تغلب المهارة. كرة ملعوبة نزار، استخلاص الكرة من جانب نزار حامد. يا سلام عليك، سلام عليك، مرور ياتي أمامنا وتمريرة مرت وعدت. دعب وعذاب في عذاب أبو بكر ديارة، عذاب في عذاب عاش أبو بكر ديارة، ولكن أعتقد أنه مستمتع بينه وبين نفسه، مستمتع لأنه يجاور نزار حامد، ومن جاور السعيد يسعد، من جاور السعيد يسعد يا أبو بكر ديارة. كرة هنا ملعوبة، عادت مجددا، محاولة للتقدم واستخلاص الكرة من جانب سالف كوليبالي، وهنا الكل بصوت واحد، الكل بصوت واحد، بأزير واحد، لأصوات كما ذكرنا تستجمع كل ما في قلوب السودانيين من محبة، من معزة لهذا الفريق، وبصوت واحد تشجيع ومؤازرة لفريق تلهب له القلوب تصفيقا وتشجيعا في مباراة اليوم. وحقا اليوم كم نظرنا هلال وما شفنا غير هلال، ما شفنا غير هلال خلال مباراة اليوم. تمريرة وكرة هنا ما زالت أمامنا تلعب في الأمام للحظات أخيرة من أول هذه المباراة التي تستلم ذكرت، ولكنها تسدل ستارا في لحظات أخيرة وترفع ستارا آخر يا كامبوس لهلال اليوم. كرة ملعوبة في الأمام وتمريرة ملعوبة تصل إلى بكر المدينة، استخلاص ومحاولة للعاقرة، يحاول أن يلتف، ولكن الكرة إلى حارس المرمى في لحظة أن يبارك اللاعب ساماتا، ولكن الكرة مرت بردا وسلاما على مرمى الهلال. الكرة الماضية لحظات أخيرة، الوقت الأصلي انتهى وولى ونلعب في الوقت بدل الضائع، نلعب في الوقت بدل الضائع لليلى حالمة لليلى الخرطوم عجل رمي التماس. لعبة أخيرة معقود عليها الأمان لمازيمبي، محاولة ويا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار، كان الغدار كان أن يفعلها، وهنا كامبوس ينوه على الختام وأن الوقت مضى وانتهى. ريال كرة ملعوبة مبعد الكرة، ونعم في هذه اللحظات تأتي صافرة الختام، بل مسك الختام، مسك الأفراح للهلال والأتراح لمازيمبي. نعم، ليس هو هلال ما مضى، ليس هو هلال 2009، ولكن تجدد الحال وتغير الحال. انتصار كبير للهلال في مباراة اليوم، ولها حق أن تفرح هذه الجماهير. لاعبين قدموا ملحمة كبيرة جدا، قدموا أداء رائع، قدموا ليلة ساهرة، ليلة خالدة، ليلة باهرة من ليالي الخرطوم. قضينا سهرة تضمت محاسن، ورأينا حفلة سهرة اتوجت خياصر وتلألأت كواكب من أطيب العناصر كما قال الشاعر الكبير محمد بشير عديد. هذا هو الختام مشاهدينا الكرام، وبهذا هدف خالد لذكرى هذا اللاعب الذي يخلد اسمه أفريقيا صلاح الجزوري تنتهي هذه المباراة. شكرا لهذه الجماهير الحاضرة، شكرا للجماهير بدعواتها خلف الشاشات، وبإذن الله القادم أجمل. تقبلوا تحيات سوار الذهب، الكلمة تعود للزميل العزيز ماجد الشجعي، لك الكلمة.